اللي يخسسك هو تقليلك للاكل، بالتالي الدواء ما خسسكش، تنظيمك للاكل هو اللي خسسك. الدواء اللي انت اخدته هو اللي ساعدك ان انت تقلل الاكل والشرب بتاعك. كل دواء وليه طريقة الشغل في الجسم وليه تأثير بمادته الفعالة على الجسم، سواء المؤثرات دي تتضمن تأثير على خلايا المخ أو المؤثرات دي تتضمن التأثير على الخلايا الدهنية أو خلايا الجسم أو العناصر المسؤولة عن نزول الوزن اللي هي أماكن السمنة الموضعية. في أدوية كتيرة قوي بتشتغل على المخ وبتدي إشارات للمخ بإحساس بالشبع وإن أنت خلاص معدتك امتلأت ومش قادر تكمل. امتلاء المعدة ده إشارات بتروح للمخ، فبالتالي أنت بيجيلك الإحساس إن أنت مش قادر تاكل فبتخس، بناء إن أنت أخدت عقاقير أو أدوية تناولها بيؤدي الى سد الشهيه. يعني انت مثلا لو كنت بتاكل على مدار اليوم 5000 سعره، او خلينا نقول كلام لوجيك منطقي 2000 سعره، انت بتدخل في اليوم 2000 سعره من غير اي عقاقير لسد الشهيه. جيت خدت كبسول لسد الشهيه خلاك مش قادر تاكل على مدار اليوم كله، وخلاك عندك احساس دائم بالشبع. كل ما تتحط قدامك وجبه انت مش قادر تبص الوجبه دي، او خدت كميه مقننه منها بالتالي حسيت بالشبع. دي اشارات راحت للمخ قالت لجسمك ان انت شبعت، بالتالي انت قللت السعرات اللي انت خدتها على مدار اليوم من 2000 ل 1500. منطقي جدا ان وزنك ينزل، ما انت حضرتك قللت السعرات اللي بتاخدها. فاللي يخسسك ايه؟ هل هو الدواء ولا يخسسك تقليلك للاكل؟ اللي يخسسك هو تقليلك للاكل، بالتالي الدواء ما خسسكش، تنظيمك للاكل هو اللي خسسك. الدواء اللي انت اخدته هو اللي ساعدك ان انت تقلل الاكل والشرب بتاعك. ده بالنسبه لكل الادويه اللي موجوده في السوق بتشتغل على كبح الشهيه او سد الشهيه، وعناصر كتيره عن طريق حاجه اسمها السيبوترامين اللي هي بتشتغل على خلايا المخ او الخلايا العصبيه. طيب في منتجات تانية بتزود معدل الحرق، طب دي بتعمل ايه؟ ودايما غالبا بتكون عباره عن نباتات طبيعيه زي الكروميوم، زي الجارسينيا، زي الكافيين، زي طبعا انجريدينت كتيره او مواد فعاله كتيره قوي مش هنخش في نقاش فيها، لكن هنقول الحاجات دي تبدأ تزود حرق السعرات على مدار اليوم. يعني حضرتك لو انت يوميا بتستهلك 2000 سعرة، لو دخلت الأدوية اللي بتزود معدل الحرق هتستهلك 2500 سعرة. طب انت لو دخلت الأدوية دي وأكلك زاد هتخس. طب انت لو دخلت الأدوية دي وأكلك قل هتخس كويس جدا. احنا رجعنا لمربط الفرس، وهو تنظيم الحمية الغذائية، هو ناتج عنه نزول في الوزن بطريقة صحية وطريقة آمنة. كل الحاجات دي أدوات، وسائل مساعدة أنت بتغتنمها للوصول للوزن المثالي، وبتخليها وسائل توصلك للطريق ده. لكن أنت لو ما ظبطتش الأكل والشرب في الأول وفي الأخير مش هتعرف تعمل أي حاجة. مهم جدا أثناء تناول عقاقير سد الشهية تنظيم الحمية الغذائية، واكتساب مهارات في التغذية كويسة، واكتساب مهارات في نزول الوزن كويسة، وغير البيئة وغير ثقافة الأكل والشرب. مهم جدا وانا بتناول العقاقير اللي بتزود معدل الحرق ايا كان اسمها ايه، ان انا ابدا اهتم بالحميه الغذائيه بتاعتي، وابدا اركز في كل عنصر فعال من الاكل ده بيؤدي لايه، وظيفته ايه. البرتقال فيه فيتامين سي، لازم اكون عارف انه وظيفته بيساعد جهاز المناعه. الخضروات والفواكه لازم اكون عارف ان هي فيها فايبر، الياف بتسد الشهيه، بتعمل كبح للشهيه بطريقه طبيعيه. البروتين وكل العناصر الغذائيه لازم اكون فاهم الاكل هو ده وظيفته. ممكن الجا للحاجات دي عشان تساعدني في الاكل والشرب، لكن مفيش دواء بيخسس، مفيش دواء بيوصلك للوزن المثالي والشكل المثالي. انت بتنظيمك للحميه الغذائيه بتاعتك بيوصلك للوزن المثالي والشكل المثالي، وبتاخد وسائل مساعده. 90% من الناس اللي اخذت وسائل مساعده للوصول للوزن المثالي لما وصلت لمرحله تثبيت الوزن كان عندها معاناه عشان تثبت الوزن، لان هي اتعودت على كبح الشهيه بطريقه اصطناعيه، او اتعودت ان هي تعمل كبح للشهيه عن طريق وسائل مساعدات خارجيه، فبالتالي تثبيت وزنها بياخد منها مجهود كبير جدا. طيب بالنسبه للناس اللي بتاخد حاجات تزود معدل الحرق، هل ليها تاثير على تثبيت الوزن؟ لا، لان هي معظمها نباتات طبيعيه واعشاب وحاجات ما بتشتغلش على الشهيه، هي بتشتغل على حرق السعرات، وانت كده كده التزامك بالحميه الغذائيه بيرفع معدل الحرق بتاعك. انا بنصح كل الناس ان هي تتجه لكبح الشهيه وزياده حرق السعرات عن طريق طرق منظمه ايجابيه
وطبيعيه، وما نلجاش للعقاقير والحاجات دي كلها الا في حاله ان احنا نكون مضطرين وما عندناش حل تاني. لو نظمت اكلك وشربك وقبلت الشاي طبيعي هتثبت وزنك بكل سهوله. لو رفعت معدل حرقك بالاكل وبالاصناف اللي انت بتاخدها اللي بتزود معدل حرق هتثبت وزنك بكل سهوله. ان شاء الله كل مره هنقول معلومه مفيده. احنا حبينا النهارده نوجه رساله لكل الناس اللي سالتنا سؤال مهم جدا: يا دكتور هي الادويه بتخسس فعلا الجسم ولا لا؟ مفيش دواء بيخسس يا جماعه، الادويه هي وسائل مساعده علشان تطبق بيها برنامج الدايت بتاعك. يعني في الاول وفي الاخير تنظيمك لوجباتك على مدار اليوم هو المسؤول عن نزول الوزن، والعقاقير هي وسائل مساعده. شكرا.